ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم سعيد من عالم الخياطة. النهاردة جايلك بحلقة قوية جدا. هكلمك عن انواع الدواسات وطريقة استخدام كل حاجة فيهم. فلو انت مهتم بالخياطة يبقى انت في المكان الصح. قبل ما نبدأ الفيديو دوس اشتراك لو انت مش مشترك معانا، ولايك وشير كده. هنبدأ اول حاجة بالدواسة دي. الدواسة دي اسمها دواسة ربع. تمام. 4x1 اهي، ربع. الدواسة دي بتستخدم في البنط، بنط عريض. تضرب بنط عريض. تمام. ممكن تستخدم تاني لو انت بتركب الشريط بتاع التنظيف، اللي هو بيبقى في الياقة من فوق. تيشيرتات بيبقى فيها كولة كده، الكولة دي اللي هي رقبة الطوق، بيبقى في شريط كده عليها صغير وتحت اللوجو. دي برضو ممكن تاخد البونت العريض بتاع اللوجو. فهي استخداماتها كتير جدا واستخدامها كويس جدا في الشغل بصراحة. دي هنا بقى معانا، دي دواسة نص شمال. دواسة نص شمال لأن الفتحة بتاعتها اتجاه الشمال. تمام. فدي برضو استخدامها في تركيب السوستة، تركيب السوستة بتاع السويت شيرت او الجاكيت اهي. دي الدواسة. تمام. تستخدم في تركيب السوستة، تركيب السوستة السحرية اللي هي المخفية، اللي هي بتاع الفساتين او الجياب. فبرضو استخداماتها كتير وكويسة جدا معانا. دي بقى اسمها دواسة شيمة شمال، لان في شيمة شمال وفي شيمة يمين. الشيمة الشمال دي يا جماعة بنستخدمها في ايه؟ لو لاحظت في هنا ايه، في طرف متحرك، شايفه؟ ده متحرك عشان لو انا مثلا بركب الياقة بتاع القميص، لما بركبها، تمام، الشفة دي بتحضن عشان البنط يطلع معايا مظبوط قوي. تمام. دي زي الشيمة الثابتة بس دي متحركة ودي احسن في الشغل، كويسة جدا بصراحة. تاني حاجة معانا، الدواسة دي اسمها دواسة بروحين. برضه بتنفع في تركيب السوستة لو انا عايز اسيب مسافات. يعني لو انا مش عايز احضن على السوستة قوي، بركب الدواسة دي، كويسة جدا في الشغل بصراحة. تمام. فبرضه استخداماتها مهمة جدا ويعتبر بنستخدمها بشكل يومي لو احنا بنركب سوستة ومش عايزين نحضن عليها قوي عشان يبقى في مسافة وانت بتفتح وبتقفل السوستة. ايه معانا كمان؟ معانا دي. طبعا دي انت تشوفها دواسة شيمة بس هي دواسة كشكشة. لو انا عايز اعمل كشكشة في القماشة اللي انا شغال فيها، زي كم مثلا عايز اعمل فيه كشكشة، بركب الدواسة دي بدل ما كشكش بايدي. تمام. بدل ما كشكش القطع بايدي بكشكش بدي، عشان الكشكشة طبعا تيجي مظبوطة. لو بتركب مثلا تعمل وسط فستان او كم، فاستخداماتها كويسة جدا. فطبعا يا جماعة كل ما بتقفل المسمار ده كل ما بتقفله كل ما الكشكشة بتزيد معاك اكتر. اللي راكبة بقى معايا في المكنة دي دواسة بلاستيك، عشان لو انا شغال في خامة زي الجلد بتمشي معايا كويس جدا وليها استخدامات كتيرة جدا برضو. تمام. فكده بالفيديو ده نكون خلصنا. فلو انت مش مشترك معانا في القناة اشترك معانا ولايك وشير عشان تشجعني اقدم لك اكتر. وانتظر الفترة الجاية في حلقة قوية جدا برضو هكلمك فيها عن بعض اخطاء الصيانة في المكنة. يعني في حاجات كده لازم تنضف كويس قوي عشان المكنة تأدي معاك وتبقى كويسة في الشغل وما تقطعش معاك، ما تكسرش إبر. فانتظروني بإذن الله في فيديو قوي جدا. سلام.